فاكرين لما نزلنا فيديو العربيات بره المينا في اسكندرية واقفة في الشارع؟ خرج واحد مسؤول قال احنا تواصلنا مع رئيس المينا وقال المينا عندنا بيشيل 40,000 عربية، واليوم ده كان فيه 7,000 بس كنا بنحرك عربيات فاضطرينا نطلع عربيات بره. اللي هي عمرها ما حصلت خالص. اللي انا شخصيا بعدي من عند المينا دي كل يوم لما كنت في مصر، وعمرها ما حصلت. وقعدوا يقولوا حجج وكده. خلينا نشوف حاجة تانية دلوقتي في فيديو، ونرجع نكلمك تاني كده وانت حكم المنطق. يعني ايه احنا يا سيدي جهلة، بس انت حكم المنطق ككاستمر كعميل وقرر انت عايز تشتري ولا لا. زي ما حضرتك شايف كده، كل اللي بنطلبه من حضرتك زي ما حضرتك شايف بالصوره. يعني احنا مش بنفتري، مش بنقول حاجه من عندنا. زي ما حضرتك شايف بنقول لك خلاص ما تشتريش. العرض اللي انت شايفه ده اللي العربيات مرميه كده، تمام، العرض الزياده ده في الاقتصاد يا جماعه لازم السعر ينزل. هم بيخش هتلاقي اصحاب معارض كبيره يخشوا يقولوا لك يا عم سيبك من كلام الجاهل ده، احنا مش بنتكلم بكلام جهل يا جماعه، مش بنقول وجهه نظر. يعني حضرتك لما تخش تقول لي الظهر 4 ركعات، انت مش بتقول لي وجهه نظرك، دي حاجه حاصله. يعني انا بكلمك في نظريات، اللي انا بتكلم فيه احنا بنتكلم كلنا في نظريات اقتصاديه. احنا العرض اللي موجود ده، انت كعميل في دوله محترمه، في واحد بيفكر، المفروض اللي انت ما تشتريش غير لما السعر ينزل، لانك انت المتحكم، تمام. ولما بنقول لحضرتك ان العربيات الغير اوروبي كمان لازم تنزل، لان السوق هنا في العربيه الغير اوروبي والعربيه الاوروبي في الاقتصاد يا جماعه بتتسمى بدايل. يعني انت لو حضرتك كيلو اللحمه ب1000 جنيه وكيلو الفراخ ب15 جنيه، حضرتك بالمنطق هتروح تشتري لحمه ب1000 جنيه كيلو ولا هتشتري فراخ ب15 جنيه؟ هتلاقي نفسك لما سعر اللحمه زاد ل1000 حضرتك بتروح تستغنى عن اللحمه وبتشتري الفراخ اللي هي ب15، علشان تاجر اللحمه ذات نفسه اوتوماتيك من غير ما حد يقطعه، اوتوماتيك لازم ينزل السعر بتاعه. فحضرتك لما بنقول لك الاوروبي اللي الحكومه خلاص شالت من عليه الجمرك وقالت خلاص انا بره الموضوع، انا الجزء اللي انا المفروض اعمله عملته وشلت الجمرك، تمام، وتلاقي سعره عالي، لازم اولا ده لوحده ينزل، والتاني الغير اوروبي المفروض برضو ينزل. يعني هو المفروض برضو ينزل لان هو البديل بتاعه، فلازم الاتنين ينزلوا. فلما حضرتك كمواطن مصري تبقى في سوق الاتنين مش بيحترموا عقلك، الاتنين اللي بينافسوا في بعض مش بيحترموا عقلك، حضرتك بمنتهى الشياكة شكرا يا جماعة مش هشتري. خلي 2018 اللي موجود ينزل عليه 2018 فيه زيرو موجود، ينزل عليه 2019 اللي هو اوريدي موجود، و2020 نزل. يعني 2020 في عربيات كتير نزلت، خليهم بقى. حضرتك لما بتروح تشتري بقى، انت دلوقتي في 2020 بتروح تشتري، واحد بيقول لك في عربيه 2018 هتروح تشتريها ولا هتتكلم على 2020 2019 اللي موجود دلوقتي اللي هم ما باعوش منه حاجه؟ لما ينزل 2020 تمام، لا والله انا مش هروح اشتري 2020، مش هشتري 2019 يا فندم، عايز تبيع لي 2019 رخصه. هنا معظم التجار يا جماعه في امريكا، الديلرز بتوع العربيات، احنا بنسميهم ديلرز بتوع العربيات، لما بتخلص السنه في اخر السنه بيتصل بكل عميل حاطط رقم تليفونه ويقول له قبل ما تخلص السنه في شهر 10 شهر 11 بيشيله بالباكوين من العربيه، بيشيله بالباكو بالباكوين، بيديله سيرفيس، بيديله حاجات كتير علشان ياخد موديل السنه. فلو سمحت، دول بيتعاملوا مع ناس هم شايفين ان الناس دي عقلها نظيف ومحترمه ومش هيضحك عليها. لو سمحت بقى انت في مصر ما تخليش حد يضحك عليك زي ما انت شايف بالورقه، لو سمحت ما تخليش حد يضحك عليك يا فندم، ما تخليش الناس تضحك عليك ويبقى منظرك كده.
الاستهزاء بعقلك ده. ما تشتريش عربيات خلاص زي ما انت شايف، ما تشتريش، انت المتحكم، ما تخليش حد يتحكم فيك.